مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معاكم منى من قناة منى كورنر. فيديو اليوم حابة أشارك معاكم سر من أسرار الجمال أو العناية في الصومال، وهو استخدام هذه العشبة اللي أمامكم، وهي عشبة السدر أو مثل ما تسمى هنا في البلد قسل. طبعا هذه العشبة تستخدم بشكل كبير من القدم، تستخدم ما في بيت صومالي بيخلو من هذه العشبة أو من هذه الفيس ماسك. بيستخدم يعني زي ألف باء تاء من أبجديات العناية في الصومال. بيستخدم من قبل النساء. طبعا السدر له فوائد كثيرة في العناية بالبشرة، في أيضا في العناية بالشعر، لكن استخدامه غالبا هنا في الصومال بيتم في العناية بالبشرة. طبعا من فوائد السدر انه بيستخدم لعلاج حب الشباب، بيستخدم لنضارة الوجه، لإزالة البقع، تفتيح الوجه. بيكون بودرة خضراء زي ما انتم شايفين معايا في الفيديو، بتكون بودرة خضراء خفيفة يخلط معاها الماء. طبعا في البعض يستخدمها يستخدم مع خلطها الزبادي او اللبن، لكن الغالب بيكون استخدامها بالخلط مع الماء. طبعا زي ما قلت بيستخدم لتنظيف الوجه من الأوساخ، أيضا نضارة الوجه بشكل كبير. يعتبر عنصر هام في القضاء على الرؤوس السوداء، القضاء على حب الشباب ما إلى ذلك. زي ما قلت لكم يعتبر من أساسيات العناية في الصومال. ما في بيت صومالي بيخلو من هذا السدر. من الطبيعي انك تجد الحريم حاطين الماسك هذا، وتلاقيهم يتسوقوا، او مثلا بتروح تجيب الاغراض او المقاضي للبيت وهي تكون حاطه السدر. وهذا الشيء منظر جدا مألوف، لانه استخدام الماسك هذا معروف، وما في احد يعني ما هو يعني مألوف جدا في المجتمع. طبعا مثل ما انتم شايفين في الفيديو انا بضيف له الماء بالتدريج بحيث انه اوصل لقوام معين. زي ما قلت ممكن تخلطوا معاه اللبن او تخلطوا معاه الزبادي، كل واحدة حسب اختياره. طبعا يستخدم السدر على وجه نظيف مغسول، زي ما انتم شايفين وجه الآن مفقع ما في له أي شيء. هستخدم عليه السدر. اعذروني الإضاءة كانت جدا قوية من الشمس، الشباك وراي كان مفتوح. طبعا انا راح احط طبقه خفيفه، ما راح احط طبقه كثيره، لانه الجو جاف وبارد هذه الايام، فهو يعني من خواصه انه بينشف الوجه خاصه للبشره الدهنيه. فراح احط طبقه خفيفه وحنتظر عليه مده 20 الى نص ساعه. ما في اي اشكال، يعني الواحد ممكن يقعد فيه لحد ساعه ساعتين. انا بشوف ربات البيوت غالبا بتحطه قبل ما تبدا الشغل او ترتيب البيت، وبعد ما تخلص امورها واشغالها بعد كده بتزيله. فهو بالاكيد يعني ماده طبيعيه ما راح تضر اي شيء.
طبعا بعد ما ينشف السدر بعد كده بتزيلوه بالماء فقط، ما يحتاج أي صابون أو أي غسول لإزالته، هو أصلا منظف قوي للوجه. فبعد ما تزيلوه حتشوفوا الفرق بإذن الله تعالى، يعني على طول بيكون الفرق واضح من خلال نضارة البشرة، من خلال الإحساس بالنظافة من العمق جوا. أتمنى يكون الفيديو هذا نال إعجابكم. إذا حبيتوا مثل هذا المحتوى يا ريت تتركوا لي في الكومنتس. أتمنى لكم التوفيق، مع السلامة.